الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. ويقول سبحانه وتعالى: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. ويقول سبحانه وتعالى: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. عباد الله، هذه الآيات فيها ذكر نعمة من نعم الله عز وجل على العباد، هي نعمة المطر يا معاشر المسلمين. هذه النعمة التي ينزلها الله على عباده من السماء فتحيا بها البلاد والعباد، والذي ينزلها من السماء هو الله وحده لا شريك له، والذي ينفع بها ويحفظها في الأرض هو الله وحده لا شريك له، القائل جل في علاه: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. والقائل سبحانه وتعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. والقائل سبحانه وتعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. نعم عباد الله، المطر نعمة عظيمة، والذي ينزلها علينا ويحفظها لنا في الأرض هو الله سبحانه وتعالى. وهذه النعمة يا عباد الله إذا لم يشكر العباد ربهم جل وعلا عليها ابتلاهم الله جل وعلا بفقدها، فهي سنة الله التي لن تجد لها تحويلا ولن تجد لها تبديلا. وهو القائل سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. سنة الله يا عباد الله في خلقه، متى كفروا نعمة الله وقابلوها بالمعاصي والذنوب فإن الله جل وعلا يبتليهم بفقدها، يغير حالهم من نعم إلى نقم، كما ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه حين قص علينا نبأ من لم يشكر نعمته سبحانه وتعالى، وكيف غير الله حالهم من نعم إلى نقم، كقوم سبأ يا عباد الله الذين قال الله جل وعلا فيهم: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. يا عباد الله، أنعم الله عليهم بنعم لكنهم لم يشكروا الله على هاته النعم، فغير الله حالهم
وأبدلهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. يا عباد الله، النعم تذهب إذا لم يشكر العباد ربهم جل وعلا عليها. الله عز وجل في كتابه يا عباد الله يضرب لنا الأمثال لنعتبر ونتعظ، ونحن نقرأ كلام الله فلا اعتبار ولا اتعاظ. ضرب الله لنا الأمثال كقوله جل في علاه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نعم معاشر المسلمين، إن نعم الله عز وجل إذا لم نقابلها بالشكر، إذا لم نقابلها بعمل الصالحات، فإن الله جل وعلا يبدلها جل وعلا ويبتلينا بفقدها، والله المستعان. ورسول الهدى صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك في سنته أيضا. بين صلى الله عليه وسلم أن النعم إذا لم تشكر فإنها تفقد يا عباد الله، فإنها تفقد يا عباد الله، خصوصا نعمة المطر التي هي نعمة عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. رواه ابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما منع قوم الزكاة إلا أخذوا بالسنين. رواه الطبراني. السنون يا عباد الله جمع سنة، وهو الجدب والقحط. يشير صلى الله عليه وسلم إلى أن الذنوب والمعاصي هي سبب يا عباد الله للابتلاء بفقد النعم، والله المستعان. فإن حبس القطر من السماء علينا هو ابتلاء لنا يا عباد الله، ابتلاء يا عباد الله للإنسان، وفيه حكم عظيمة. من هاته الحكم يا معاشر المسلمين أن ينظر ابن آدم في حاله وإلى ذنوبه ومعاصيه ليرجع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ويعلم علم يقين أن ما أصابه إنما هو بما كسبت يداه، وهو القائل سبحانه وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. ثم إن هذه الابتلاءات أيضا يا عباد الله فيها حكمة أخرى، وهي إيقاظنا من غفلتنا يا معاشر المسلمين، خصوصا مع كثرة الملهيات في حياتنا الدنيا وكثرة الشواغل فيها. نعم عباد الله، إن هذه النظرة هي التي ينبغي أن ينظرها المسلم إلى فقد المطر، إلى هذا الابتلاء العظيم، ليرجع ويتوب إلى الله عز وجل. الله عز وجل رحيم بنا يا عباد الله، يبتلينا ليوقظنا من غفلتنا ولنتوب إليه ونؤوب إليه سبحانه وتعالى، ولنرفع أيدينا داعين ربنا سائلين مولانا التوبة والمغفرة ورفع البلاء. هذه النظرة التي ينبغي أن ننظر إليها جميعا إلى هذا البلاء، لا كما ينظر أهل الجهل والضلال من العلمانيين والحداثيين ومن تأثر بهم يا عباد الله، الذين يقولون: إذا كان حبس المطر بسبب الذنوب والمعاصي فلماذا يسقي ربنا جل وعلا الكفار والمشركين؟ وهذه شبهة يا عباد الله، شبهة واهية كبيت العنكبوت، لا تصدر إلا من جاهل. يكفي في الجواب عنها قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا قوله جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. إنعام الله جل وعلا على الكفار والعصاة لا يعني يا عباد الله رضا الله جل وعلا عنهم، إنما هو استدراج كما بين نبينا صلى الله عليه وسلم، يمدهم بالنعم ويملي لهم ويمهلهم حتى يزدادوا في الإثم، فإذا فرحوا بما أوتوا أخذهم سبحانه وتعالى بغتة فإذا هم مبلسون. ثم إن الكفار يا معاشر المسلمين قد عجلت لهم طيباتهم في الدنيا
فلهم الدنيا ولنا الآخرة، كما قالها نبينا صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يوم ذكر له تنعم فارس والروم. معاشر المسلمين، إن حبس القطر من السماء ابتلاء عظيم، ابتلاء يدعونا إلى أن نرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى. وهكذا هي نظرة المسلم الذي تجده داعيا لربه جل وعلا. حال المسلمين الصادقين أنهم يدعون ربهم جل وعلا في صلاة الاستسقاء وغيرها، وحالهم أنهم يستغفرون الله جل وعلا استغفارا صادقا. يا عباد الله، فإن قيل لكم أليس المسلمون يستسقون ولا يسقون، فالجواب عن ذلك أن يقال إن الخلل فينا يا عباد الله. إننا ندعو الله جل وعلا وقلوبنا غافلة، ندعو الله عز وجل وأعمالنا فاسدة، ندعو الله جل وعلا ونستغفره ونحن مصرون على المعاصي والذنوب، ندعو الله ونتضرع إليه، ولكننا لم نغير من حالنا، كفران للنعم وإصرار على الذنوب، والله المستعان. فيا معاشر المسلمين، إن الموفق من عباد الله عز وجل هو الذي يحرص على أن يستغفر ربه جل وعلا استغفارا صادقا. إن الموفق من عباد الله الذي يرجو تغير الحال إلى ما فيه الخير في الدنيا والآخرة، فإنه يحرص على تغيير حاله، أن نغير حالنا يا عباد الله من الكفر إلى الإيمان، من الشرك إلى التوحيد، من البدعة إلى السنة، من ترك الصلاة إلى المحافظة عليها، من سماع الغناء إلى سماع القرآن، من التبرج إلى الحجاب. هكذا معاشر المسلمين، إذا استسقينا ربنا جل وعلا سقانا، وإذا دعوناه أجابنا، وإذا سألناه أعطانا. سبحان الله، الله عز وجل في كتابه وعد المستغفرين بنزول الخيرات والبركات. قال سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال سبحانه وتعالى: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. فنحن نستغفر الله عز وجل، لكن يا عباد الله، إن الاستغفار الذي يكون له أثر عظيم، الاستغفار الذي تتوالى بعده الخيرات والبركات، هو الاستغفار الذي يقلع فيه العبد عن ذنبه. يا عباد الله، هل استغفرنا الله عز وجل وتركنا الربا والرشوة وأكل أموال الناس بالباطل؟ هل استغفرنا الله عز وجل وتركنا الغيبة والنميمة والكذب؟ هل استغفرنا الله عز وجل وتركنا الظلم وتحللنا منه؟ يا عباد الله، من منا معاشر المسلمين استغفر ربه سبحانه وتعالى فأمر ابنته وامرأته المتبرجة بالحجاب؟ من منا عباد الله استغفر ربه جل وعلا فأمر ولده الذي لا يصلي بالصلاة؟ نعم عباد الله، إذا استغفرنا استغفارا صادقا فإننا نجد خيرات عظيمة ينزلها الله سبحانه وتعالى علينا. استغفار صادق يصحبه ترك الذنب والندم عليه والعزم على عدم الرجوع إليه مرة أخرى. يا معاشر المسلمين، فأنتم يا من تحضرون الجمعة والجماعات، هل حاسبتم أنفسكم وأنتم مخاطبون أولا قبل أن نخاطب الناس عموما؟ أنتم يا أهل الصلاة، هل استغفرتم الله جل وعلا استغفارا صادقا؟ عبد الله، من هذه الصلاة وبعدها اعزم على ترك الذنب وعدم العودة إليه. ذلك الذنب الذي ألفته يا عبد الله لا تعد عليه بعد صلاتك، اعزم على عدم العودة إليه مرة أخرى، تائبا إلى ربك مستغفرا مولاك. والله يا عباد الله، لو كان حالنا كذلك لوجدنا خيرا عظيما. إذا دعونا ربنا أجابنا، وإذا سألناه أعطانا، وإذا استسقيناه أسقانا سبحانه وتعالى. فادعوا الله وأحسنوا الظن بربكم بعد توبتكم وإنابتكم، فإن الله عز وجل لا يخيب عبدا دعاه وناجاه وناداه. يا معاشر المسلمين، وهو القائل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والقائل سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، روى البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، قحط المطر فادعوا الله لنا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس: فمطرنا. فمن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يستسقي يا عباد الله على المنبر يوم الجمعة، ونحن نقتدي ونتأسى به عليه الصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت قوة لنا وبلاغا إلى حين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم غيثا مغيثا، مريئا مريعا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم غيثا مغيثا، مريئا مريعا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم غيثا مغيثا، مريئا مريعا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من اليائسين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا هدم ولا عذاب ولا غضب. اللهم سقيا رحمة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستسقيك ونستغفرك، اللهم إنا نستسقيك ونستغفرك، اللهم إنا نستسقيك ونستغفرك. نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.